اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهلا وسهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة من قناتكم وقناتنا ارياف ومدن. تعالي بقى نعمل شوية سندوتشات كده لزوم الصيف والحر بقى، ولو انتي رايحة رحلة رايحة مكسلة تعملي غدا، هنعمل شوية سندوتشات حلوة جدا جدا هتعجبك ان شاء الله، وطبعا هتعجب الولاد. لو اول مرة تشوفي قناتنا ارياف ومدن ما تنسيش اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زيك. عندي بقى خيار مخلل، انا بقطعه زي ما احنا شايفين كده شرايح، هنقطعه مع بعض علشان نحطه في السندوتشات بتاعتنا، وطبعا ده اختياري. عندي كمان التومية انا بعملها في البيت، والخيار المخلل ده كمان انا عاملاه في البيت. بتشتري بقى العيش الفينو او العيش الابيض. هنشوف مع بعض السندوتشات بتاعتنا ونصلي على الرسول ونبدأ بسم الله مع بعض. هنشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا جايبة العيش الابيض ده، كيس فيه 5 ترغيفة ب10 جنيه. الرغيف يا بنات تحسيه كده سميك شوية مش خفيف، لا انا بجيب العيش اللي هو التقيل شوية السميك شوية ده، انا بفتحه 2، يعني الرغيف بيعمل لك 2 سندوتش. انا بفتحه زي ما احنا شايفين كده بالمقص. طبعا انتي لو جايباه من بالليل وهتستخدميه الصبح هيكون مفرول معاكي، هتبداي تحطيه في الميكروويف او في فرن البوتاجاز يسخن معاكي، هيبدأ يشتغل معاكي، علشان انتي لو هتعمليه وهو بارد هيفرول منك. بصوا بقى انا فتحت العيش بتاعي اهو 2 زي الفل. شايفين بقى بيدخن ازاي؟ علشان انا سخنته في الفرن، عشان العيش ده انا جايباه من بالليل فجيت استخدمه لقيته بيتقطع مني. الحشوات بقى دي اختياري، انا هنا محمرة بطاطس وكمان محمرة الكفتة الجاهزة، وهنعمل سندوتشات بطاطس سوري وكمان كفتة. وطبعا ده اختياري بالنسبة لك، اي حشوة بقى انت تفضليها، حبة شاورما، حبة لانشون، جبن، اي حاجة ابدأي اعمليها. هنبدأ بقى نطبق السندوتش بتاعنا. السندوتشات دي حلوة جدا جدا والولاد بيحبوها وتقضي بيها اليوم وبتبقى زي الفل. اكلة حلوة جدا، والولاد طبعا انتوا عارفين ان الاكلات بتاعت بره دي الولاد بيحبوها، فاحنا هنعملها باسهل طريقة وبالتوفير ان شاء الله. يعني البطاطس موجودة عندك في البيت، شوية نشا، طبعا التومية ممكن تحط لها علبة زبادي وممكن لا، يعني حابة توفري براحتك، حابة تخدمي بقى الاكلة بتاعتك برضو براحتك. هنحط بقى بطاطس كده، الخيار المخلل بتاعنا، شوية تومية كده على البطاطس من فوق، ننزلها بالسكينة معنا. هستنى تعليقاتكم تقولوا لي ايه رايكم في سندوتشات النهارده وحلقه النهارده، يا رب تعجبكم. التوميه بتاعتي سميكه شويه، ممكن تفكيها بشويه ميه تبقى معاكي زي الفل، بس بما اني انا مش حابه بصراحه افكها علشان ما تسيلش من السندوتش، تبقى كده ماسكه نفسها في السندوتشات. لان السندوتشات انا لسه هحطها في طاسه على النار طبعا، او على الجريل عندك او اي حاجه، او في كمان جهاز بتاع السندوتشات اللي موجود عندك استخدميه. انا عندي الطاسه بقى، هنبدأ نحطها في الطاسه. نكمل بس نشوف هنعمل ايه. نعمل واحد تاني. شايفين بقى يا بنات انا عملت وش وظهر الرغيف، يعني عندي الرغيف بيطلع 2 سندوتش كبير ما شاء الله. بطاطس، ممكن تضيفي كمان لانشون، ممكن تضيفي جبنه رومي، اللي انتي حباه اعمليه. بس طبعا البطاطس السوري طبعا دي كل الولاد بيحبوها، الكبار والصغيرين بصراحة. بنجيب السندوتش ب20 جنيه، صغير جدا، انتي هتعمليه في البيت بأقل تكلفة زي الفل. بدل ما تجيبي كمان العيش السوري بيبقى غالي شوية عن العيش ده، وهيديكي نفس النتيجة، يعني العيش ده هيديكي نفس النتيجة وهيشبع اكتر.
هنعمل بقى شوية سندوتشات كده وبعدين نبدأ نحطهم في الطاسة مع بعض. نشوف هنعمل ايه. دي كفتة بقى، المرة دي كفتة جاهزة بتجيبيها وبتحمريها في الزيت، ما بتاخدش ثواني. لو اول مرة تشوفي قناتنا ما تنسيش اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زيك. شايفين ما شاء الله ضغطة خفيفة كده بحيث تطلعي معاكي السندوتش مستطيل. شايفين الجمال، ومحشي بقى حلو جدا. يلا بينا على الطاسة بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. عندي بقى طاسة ما بتلزقش، ملمعاها كده بنقطة زيت علشان السندوتش بتاعك ما يلزقش منك ويدي كمان لون حلو. نبدأ نرص السندوتشات وابدأي اضغطي عليها كده. عندك حلة تقيلة، انا ضغطت بحلة تقيلة عندي كده اللي هي الصاج التقيلة دي، او في حلل التقيلة اللي هي الاستانلس. ابدأي حطيها شوية عليها هتديكي يعني سرعة في الوقت. شايفين الجمال، حلو جدا جدا. النتيجة هتعجبك ان شاء الله. حلوة جدا. عايزين نتكلم مع بعض في التعليقات يا بنات، ونقول لبعض ايه الاكلات اللي عملتيها وحسيتي ان هي وفرت معاكي وعجبت الولاد وقضت معاكي اليوم. بما ان الصيف طبعا يعني ما بيحبش الطبيخ قوي والخضار، بس طبعا الخضار مهم جدا، بس الصيف ما بيبقاش فيه خضار قوي غير حاجات خفيفة، بس كوسة وحاجات خفيفة يعني، غير الشتاء بيبقى كله خضار والخضار بتاعه بيبقى جميل جدا. الصيف بقى بيحب النواشف، سندوتشات بقى، مكرونات، حاجات كده لذيذة. شايفين السندوتش عامل ازاي يا بنات؟ هتجيبي بقى ورق الفويل وابدأي اللي فيه بقى وعيشي الدور وقولي لولادك انا اشتريت لكم السندوتشات دي، واحلى سندوتشات هتعمليها لولادك. شايفين الجمال، حلوة جدا جدا، مقرمشة من بره وطرية من جوه. حابة تخليها طرية خالص، ابدأي حطيها في حلة او غطي عليها او حطيها في كيس بلاستيك، هتلاقيها معاكي طرية وزي الفل. انا هبدأ بقى اجيب الورق الفويل ده وهنلف السندوتش بتاعنا، عشان انتي لو خارجة بيه او رايحة رحلة او رايحة اي مكان يبقى محافظين على السندوتش بتاعنا زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله زي الفل. شوف انتي عملتي كمية سندوتشات قد ايه. شايفين الجمال. عايزه اقول لكم السندوتشات لذيذه جدا جدا وطعمها في منتهى الجمال، ما تفرقهاش ابدا ابدا عن بره. والسندوتشات بتاعت بره اللي السندوتش ب20 جنيه. بشكركم، شكرا ليكم، سلام عليكم.